في حياته. رابطة هذه هكذا تقول: هل سيسمع لهم بوتفليقة ويحكم الشريعة؟ هذا ماذا يقولون. والحكومات الإسلامية يعني بالتقيد بأوامر الله سبحانه وتعالى ورسوله وتحكيم الشريعة الإسلامية في مختلف مجالات الحياة، والحذر من اتباع الهوى والافتتان وإلى آخره. هذا بيان نتاع رابطة فيها جميع الدول العربية والدول الإسلامية، أصدرت بيان تقول حكموا الشريعة. معليش يا سيدي، احنا يا متطرفين وإرهابيين. طيب يا سيدي، هذا المفتي تاع المملكة العربية ماذا؟ السعودية. طيب هو يقول يا سيدي خذوا بقوله، ما تاخذوش، احنا يا متطرفين وإرهابيين وما نفهموا فيها حتى شيء. طيب لا أمن بدون الشريعة الإسلامية. من قبيل لما الإمام دعا واش قال؟ قال اللهم اجعل الجزائر بلدا آمنا. كاش واحد قال لا، كلهم قالوا آمين. طيب ولكن كيف تكون آمنة؟ هل تكون آمنة بالنظام لا يحكم بشرع الله، أو لا بد من نظام يحكم بشرع الله؟ طيب الناس اللي في الجبل واحدة من الزوج، إما يكونوا أصحاب حق ولا لا؟ لازم تقولوا هم على حق وإحنا على باطل، صح ولا لا؟ إما أنهم يطالبون بحق. طيب وإذا كانوا مش أصحاب حق، بغاة، الذي يدفعهم للبغي إما مظالم وإما تأويل سيء، صح ولا لا؟ هؤلاء تبعت لهم فاكس، تبعت لهم في الجبهة، اجلس معاهم. إذا كان عندهم مظالم تردها لهم، وإذا كان عندهم انحراف في التفكير كما راهم يقولوا، انحراف في التفكير وفي كذا، لابد تزيله. من يزيله؟ أنا ما عنديش سلطة. الدولة هي التي تزيل هذا، ولا تزيل هذا في السجون تحت الإكراه، لا، تزيله في الطحطاحة واحدة. كيف 50 يقابلهم 7000؟ تسمى هذا الجيش جبان. يعني واحد شحال يقابله، وبالطيارات وبكذا. هذا سبحان الله، والله الرجولة، راجل واحد بواحد. الأمير عبد القادر، نقول لكم الأمير عبد القادر رحمه الله باش تشوفوا عنده الفروسية. في وقته كان جنرال من جنرالات فرنسا، جنرال بيجو. ماذا قال له الأمير عبد القادر؟ قال له شوف، جيشك منا وجيشي منا، هكذا. قال له نخرج أنا ليك وتخرج أنت لي. إذا ربحت يعني يخرج قايد صالح مع الوزكال. أنا عمي نقولوا بكل صراحة، رجولة، يخرج هو منا ويخرج منا. تبعث بلاد الناس. أنا نقول لكم يا إخوان، أنا جوزت الحبس هذا وهدوني بالقتل داخل الحبس. هذه لم أقولها لأحد منكم، هدوني بالقتل، يعني ولا سجين، هدوني بالقتل. جاتني برية مكتوب فيها باللي كي تخرجوا مكتوبة بالدم. ولما خرجت من الحبس أيضا هناك أيضا من هددني بالقتل، ولكنني كتمت هذا في صدري. ولكنني نقول لكم صح، نقول لكم والله غير شفت عسكر وضباط وشرطة ودرك ومخابرات أغلبهم ليل تحت مساكن، يقول لك والله غير ما لو كان يكون هناك حل سياسي. احنا اللي رانا نخلصوا. قال لك هما ما يخلصوش. قال لك احنا اللي نخلصوا. ولاد الخدمة الوطنية يدفع شحال من واحد من 7000 هذول الفوق، ولاد جنرالات هم تما، ولاد وزراء، ولاد كذا. معناها يقتلوا الشباب. دير حل، والحل كما قلنا هو في شرع الله، مش في العصا البوليسية. شفتوا في الكويت النواب تاع الكويت يضربوا فيهم ضرب غرائب الإبل، ولا يستغرب هذا من ملك، من الأمير تاع الكويت. على بالكم واش قال تاع ويكيليكس؟ مازال ما نفاش. أنا نتكلم مازال ما نفاش، هو لازم ينفي. قال لهم تاع غوانتانامو، قال لهم قتلوهم. حكامنا تاع الدول العربية والإسلامية عندهم في الجينات نتاعهم الاستبداد، في الجينات نتاعهم. ما يقولوهاش للشعب،
بصح في الميدان يقتلوا الشعب بأكمله. ولذلك أيها الإخوة نحن نقول الحل في الشريعة، في الكتاب، في السنة، ماشي في العصا البوليسية. راهم الآن يديوا 7000 وغدوة يديوا كذا، والرئيس يقول انهزم الإرهاب ويحيى، ومن بعد يخرج بمدة شوية وزير الداخلية وماذا يقول؟ وش يقول؟ يعادوا نسلحوا الدفاع الذاتي. بارع عاشوراء ولا لا؟ احنا ندعو ربي عز وجل يخلص الأمة العربية والإسلامية من الفراعنة كما خلص موسى من فرعون زمان. احنا عندنا فراعنة تحكم، تسرق، تنهب، ولا أحد يتكلم. ونزيد نقول للصحافة أيضا ينبغي على الصحافة أن تكون أمينة صادقة فيما تنقل، وإذا انقلت خبر على إنسان مهما كان هذا الإنسان تفسح له المجال باش يرد، مش أنت تتكلم عليه ولكنك لا تتثبت في الخبر أو تكذب عليه أو تدعي. والصحافة لا بد أنها الآن هي أيضا تقوم بمقاومة، لا بد تقول للدولة لا بد لنا من حرية الصحافة الحقيقية، ولا بد من معرفة المعلومة. في أفغانستان وفي الدول الجيش يمشي ولكن عنده ماذا ما يسمى الصحافة نتاع ماذا؟ صحافة تغطي الأحداث. احنا لا، جيب لي انت تقول لي نحروا في فلسطين في النهار اللي انتوما تتكلموا بتحرير فلسطين والأسرى، في النهار اللي قاعدين تقنبلوا فيهم بماذا؟ بالأسلحة نتاع أمريكا. ما هذا؟ تضربوا نواب تاع أمة تضربوهم بالعصي هكذا في الكويت، ومش ضرب يعني. طيب ناس تتمردوا ولا داروا حاجة، كاين طرق للإكراه البدني، حتى في القانون هنالك طرق للإكراه البدني. ما تضربش في الراس باش ما تقتلش، ما تضربش في الصدر، ما تضرب في الرجل. إذا هناك قوانين يدربوا عليها. احنا يا بلا عصا همج أعراب يا سيدي اقتل برك نغل هكذا حكام. ونقول لكم هذا 7000 اللي طلعوا كل سؤال الصحابة، أنا أتحدى الصحابة كم مات من الناس من نهار اللي جابوا تفريقة في 99 من المسلحين، من المواطنين، من الجيش، من الدرك، من المخابرات، من الشباب، من صغار، شحال؟ ولا أحد يعرف. لا أحد. كل يوم الناس تموت. والجزائر مش يموتوا فقط، الآن هم يموتوا في البحر. أنا نقول لكم أكثر من هذا، اللي يموتوا في المستشفيات ما كاش الدواء راهم أكثر من اللي يموتوا في الجبل بالقنابل. كارثة أخرى هذه. الناس اللي راهي تموت الآن بالسيارات وبالحوادث كل يوم أكثر. رانا في بلاد الموت، في بلاد الموت أنا عميه، ومسؤول عليهم الرئيس أمام الله يوم القيامة، مسؤول عليه، لأن ما تطير طيارة ولا تمشي دبابة إلا بماذا؟ لأنه هو القائد الأعلى لماذا؟ للقوات المسلحة. إذا ماتوا فأنت الذي قتلتهم ولم تفتح لهم حلا حقيقيا سياسيا، أنت مسؤول عليهم أمام الله عز وجل. افتح القنوات نتاع الحل السياسي الشرعي أو الحل السياسي أو الحل الحواري أو كذا قبل أن تقتل هؤلاء. ولا أقولها للجزائر، أقولها للعالم العربي والإسلامي. أو قالها المفتي، قال لك لا أمن بدون ماذا؟ شريعة. مش أنا قلتها. وقال يا شيخ أبو يعلى الزواوي، أبو يعلى الزواوي هذا مات في 1925. هذا كان إمام في سيدي رمضان، وكي توفى صلى عليه من؟ الشيخ طيب العقبي رحمه الله. يعني هذا جزائري، خلينا نقولوا هذا السعودية. ها يا سيدي معلش، ها هذا وش يقول يا سيدي؟ هذا فإن التحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية هو التحاكم إلى الطاغوت. هذا زاد في 1866، يعني قبل ما السعودية ما تأسس، قبل النظام السعودي. وهذا مش جاي من عند ابن تيمية ولا من عند كذا، هذا الشيخ أبو يعلى الزواوي معروف في الجزائر.
كان إمام في مسجد سيدي رمضان، هذا يقول هكذا: فإن التحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية هو التحاكم إلى الطاغوت. مش أنا اللي قلت طاغوت، خاطر قاعد يقول طاغوت، هو اللي قال مش أنا. فهو مش قال هذا طاغوت، فهو طاغوت، فهو ردة. وثبت في صحيح البخاري قوله: باب قتل من أبى قبول الفرائض ونسبوا إلى الردة. ولو كان نزيد نقرأ لكم وش قال هذا تقولوا هذا هو زعيم المتطرفين. ونزيد نقول لكم كاين بعض العلماء يسموهم معتدلين. والله العلي العظيم يا لو كان نهار اكتب لي ربي ما عنديش الوقت الله غالب. أنعم بعضهم تسموا علماء يقولوا على الحكام هذو أكثر من اللي يقولوا فيهم أصحاب الجبل. برك الناس لا تقرأ ولا تبحث ولا تدرس. إذن الحل هو الشريعة. هكذا قالت رابطة العالم ماذا؟ الإسلام. وهكذا قال مفتي، وهكذا قال قبل هؤلاء جميعا قال الله سبحانه وتعالى: اللهم انصرنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وأسأل الله عز وجل لإخواني أن يصافحوا لا زيادة ولا نقصان، ولا يحرجوني أمام الله وأمام نفسي. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. الله